أسعد الشرعي والمخططات ديالو والأهداف ديالو في المغرب. وأنا عادة عندما أدخل مساحة يتم الهجوم فيها على الإخوان، لأنه الهجوم كثيف على الإخوان، في ناس يريد يتاجر. يعني الآن مسألة الهجوم على الإخوان نوع من أنواع الفلوس، يعني كي يرضى عنك الكفيل السعودي والكفيل الإماراتي هاجم الإخوان ويستدعوك ويحبوك ويدعموك ويعملوا لك. وبعضهم حاقد، فالاخوان يجوا لهم ناس من كل مكان، يجي لهم العلماني، يجي لهم الشيعي، يجي لهم الجامي، يجي لهم المدخلي، يجي لهم السعودي، يجي لهم ما يدروا مساكين منين يجوا. وفي كثير منهم يخشى ان يقول انا اخوان، فانا انبري لهم، انا ادافع عنهم لعقيدتي وايماني انهم مظلومين، وانا دائما اصرح انني انا من الاخوان المسلمين كذا، ارفع معنوياتهم، لعلي ارفع معنوياتهم، رغم انني ليس لي علاقه بهم يعني تنظيميه ولا شيء، ولو انني يعني احب فكرهم. فدخلت معهم في نقاش وكانوا كلهم ضدي إلا أنا وحدي. تكلموا كثير منهم تقريبا، كانوا في الستيج ما يقارب 10 أشخاص، منهم واحدة لبنانية شيعية وما أدري عراقية سفيهة. تكلموا قطريين، تكلموا يمنيين، تكلموا مصريين، تكلموا من جنسيات أخرى، وكلهم يقدح في الإخوان. أنا الأخ المسير قلت له لو سمحت يا أخي، إذا أنت تريد أن تكون مهنيا، أنا الوحيد هنا، اعتبرني ممثل للإخوان المسلمين، وينبغي أن تعطيني وقت يعني كافي كي أرد على العشرة. أنا أريد أرد على العشرة كلهم دفعة واحدة. قلت لهم أولا الذي يسمعكم، يعني اللي موجود في المساحة، الذي بيسمع كلامكم كلها تهم على الإخوان لا يقبلها العقل ولا المنطق ولا عندكم برهان. قلت لكم هاتوا برهانكم، انه كيل تهم، الاخوان قتلوا، الاخوان فعلوا، الاخوان سحلوا، الاخوان فعلوا، يعني ناس ملقنين وحافظين، بس هم مش فاهمين. قلت لهم يعني، وأنا أسعد الشرعي يدافع عن الإخوان، لا أنزههم ولا أقول أنهم ملائكة، لكنني أرى أنهم بكل عيوبهم وبكل ما فيهم من عيوب وبكل ما فيهم من بلاوي وكل ما فيهم من مشاكل، هم أفضل الموجود. ثم بعد ذلك قلت لهم بالعقل والمنطق، يعني أنتوا الآن تروجوا للتسامح والتعايش والمحبة، لماذا لا يدخل الإخوان في هذا الإطار؟ يعني معقول في زمن التسامح مع البوذي واليهودي والسيخي والوثني والملحد، بل وحتى أجلكم الله المخنثون الشواذ الذي يسموهم مثليين، يعني تتسامح مع هؤلاء كلهم؟ لا ما يصل الأمر عند الإخوان المسلمين تنسف هذه القيم؟ أليس هذا خلل؟ أليس هذا جحود؟ أليس هذا فجور في الخصومة؟ لماذا تتبجحون بالإنسانية والتسامح؟ هل هذا الوضع طبيعي أنك تلتقط صور مع الصهيوني، والصهيوني يدخل مكة ويروح البقيع ويقرأ الفاتحة على الموتى ويدخل المسجد النبوي، وكل يوم يطلع لك واحد في السعودية يتصور مع هذا الصهيوني والبوذيين والسيخ وكل شيء، لما يجي عند الإخوان قلت لا 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 هذول لا 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 لا. كيف كيف أنت بتقبل حتى الوثني الذي لا يؤمن بالله، لا يؤمن بوجود الله، وتقبل البوذي والسيخي والهندوسي والصهيوني الذي لا يربطك بهم شيء إلا الإنسانية، وتحارب الإخوان الذي يربطك به الدين والله ورسوله والقبلة وهوية والدين وكل شيء ولغة؟ يعني في نوع من الفجور في الخصومة غير مقبول، يعني غير معقول جد، نهائيا غير معقول على الإطلاق الذي أنتم تفعلوه. الإخوان المسلمين وما أدراكم ما الإخوان المسلمين، يعني ناس خطيرين هكذا، ناس مقصقصين، ناس كذا ما من تحت تبن. تخيلوا الإخوان المسلمين يفكرون أن يصلوا إلى السلطة، همهم السلطة، يريدون أن يحكموا. يعني إيش هذا الوقاحة يا إخوان؟ إيش هذا الوقاحة أيها الإخوان المسلمين؟ تفكروا تصلوا للسلطة هكذا؟ يعني يردد البعض، والله البعض يعتبر هذه تهمة. أنا ناقشت كثير من خصوم الإخوان عبر المساحات وعبر الواقع، مثلا نلتقي تقول له ماذا تنقم أنت من الإخوان؟ يعني إيش ملاحظتك على الإخوان؟ يعني أنت إيش اللي مكره دين أمك أنت في الإخوان المسلمين؟ يوردوا ثلاث شبهات أنا سأتكلم عنها اليوم هنا بطريقتي الخاصة، وأناقشهم نقاش عقلي. أنا هنا والله لست متعصبا للإخوان المسلمين، لكن بالعقل والمنطق. يعني أول تهمة هي هذا اللي قلت لكم، يريدون الوصول إلى السلطة.
طيب يا أخي يا روح أمك أنت، حد قال لك إنه في آية في القرآن الكريم تقول إنه محرم على الإخوان إنهم يوصلوا للسلطة؟ يوصلوا للسلطة وإيش في؟ إيش في أن الإخوان يحكموا؟ يعني حلال على الناس كلهم يحكموك ويوصلوا للسلطة، والإخوان المسلمين محرم عليهم؟ من قال لك؟ من قال لك؟ من الذي برمج عقلك؟ يعني سبحان الله، والله يا جماعة في ناس يرددون هذه الشبهات من زمان، من زمان طويل. الإخوان يريدون السلطة، الإخوان هدفهم السلطة. حاضرين، خير يا طير، يريدون السلطة من حقه. إخواني مواطن في أي بلد يدخل الانتخابات، يقدم مشروع إسلامي وينافس فيه ويدخل الانتخابات ومن حقه يطلع للسلطة. استغرب أنا والله، استغرب ممن يقولون الإخوان يريدون يعني حلال على الشيوعي والمسيحي والنصراني والملحد حلال للكل. هذولا أصحاب هذه الفرية ما عندوش مشكلة، ما عندوش مشكلة في أن يصل الناس كلهم للسلطة إلا الإخوان. الإخوان لا، الإخوان ممنوع، مستحيل الإخوان يصلوا للسلطة. الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صلى الله على سيد المرسلين وأمير الأنبياء. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة أنتم ووليداتكم وأهاليكم وجميع الناس العزاز عليكم رغم المشاغل والعمل وكل شيء، ولكن دائما يجب الرد على هذا أسعد الشرعي. واخا كيعايرونا وكيقول لك كنسترزقوا، رغم اننا ما عندناش كاع الوقت كاع باش نديروا لا فيديوهات لا والو، ولكن كناخذ واحد شويه الوقت من الوقت ديالنا. على العموم كنظن انكم ربما عبر الاخوان عرفتوا انه دار واحد اللايف مع واحد اعلامي ولا صحفي مغربي، وكان كيسولوا بعض الاسئله، ولكن السيد يعني تعمق في الحوار وبدا يتدخل في شي حوايج اللي بعادين عليه كما كيدير دائما. وهنايا واحد النقطه اللي هي مهمه اللي ربما غيعرفوها الاخوان والاخوات الاشراف، اللي كنقول ماشي المدلولين والمنبطحين، انه كانوا شي وحدين كيعايرونا كيقولوا لنا واش نتوما احسن من المخابرات اللي خلاوه دخل. ربما المخابرات لحاجه في نفس يعقوب باش خلاوه دخل، ولكن هذا ما هما ما قالوش المخابرات الا كان عندها شي حاجه ما غاديش تجي تبارطاجيها مع المغاربه، غادي تقول لهم شي حاجه يعني، ولا تقول لهم نباطحوا له ولا ساريوه ولا عرضوا عليه ولا فرحوا به ولا ديروا له داكشي اللي درتوا له هزوه في العماريه وزغرتوا عليه والى غير ذلك. اللي بغيت نقول هو انه هاد اتعس القرعي دائما كيدافع على الاخوان، رغم انه هو لا ينتمي هو كيقول ينتمي الى الاخوان، ولكن الافعال ديالو لا يعني لا تنم الى الاسلام، لان واحد اللي كيبات يغني ويحتسي الخمر، واش هذا عنده علاقه بالدين ولا بالاسلام؟ يعني هو بعيد عليه كل بعد انه يتكلم على شي حاجه عندها علاقه بالاسلام. والمهم هو كيدافع على الاخوان المسلمين، والاخوان المسلمين لان انا ما كيعجبنيش هذا الاسم هذا، رغم انني ما عنديش مشكل مع الاشخاص من هذا الاسم الاخوان المسلمين، وكانهم هما اللي مسلمين والناس الاخرى ماشي مسلمين، لدرجه ان واحد جدات الوالده ديالي كانت كتعتقد ملي كتقول لها اخوان المسلمين كتقول لك واش حنا ماشي مسلمين، رغم ان هذوك راكم عارفين جداواتنا اللي يعني طبقوا الاسلام على حذافيره وكانوا مساكن مستورين وكيصليوا وبزاف المسائل اللي هي ما كايناش دابا في هذا الوقت دابا. المهم الاخوان كل الاخوان المسلمون كل شيء كيعرف انها جماعه اسلاميه عالميه عابره للحدود، وكتعتبر من الحركات الاسلاميه في العالم اوسعها انتشارا، وكتوصف نفسها انها يعني كتطمح للاصلاحيه شامله، وكتقوم الدعوه ديالها على شموليه الاسلام، بان الاسلام عقيده وعباده ووطن وجنسيه ودين ودوله وروحانيه وعمل ومصحف وسيف. احنا ما عندناش مشكل انه يعني يكون يعم الاسلام المسلمين وما يكونش بزاف الحوايج اللي حنا كنستنكروهم ملي كنشوفوهم، ولكن
هنا اللي لمسنا فيهم هاد الاخوه المسلمين، احنا ما كنعمموش دائما تعميم لغه الجهلاء، رغم انني قلت لكم ما عنديش مشكل معهم، لكن بزاف اللي هما كينتمون لهاد الاخوه المسلمين ولقيناهم دايرين يعني مشاكل اللي ما كيديروهاش حتى الناس اللي يعني ما كينتميو لحتى شي حزب، وناس عاديين، وربما حتى سكيرين. واحد سكير كيبات في الخمر داكشي وكتلقاه ما كيديرش داك الافعال، لكن هادو كيديروا واحد داك الاسلام كيديروه كستار كغطاء، ونماذج موجوده بزاف. لقيناهم كاينين اللي دايرين الحجاب ومعروف عليهم انهم كينتمون لهذيك الاخوان المسلمين، وكانوا يعني حصلوا انهم كيديروا مناكر. وكذلك في الرجال اللي حصلوا شحال من واحد حصل كيدير شي حاجه. بزاف د الحوايج انهم كيبغيو يحكموا بشي احكام اللي هي ما انزل الله بهذا، يعني كيعتبروا راسهم بحال هما يعني منزلين من عند الرحمن، رغم ان الله تبارك وتعالى من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعث حتى شي رسول ولا نبي. الانسان الا بغى يهدي الناس يعني بالانسانيه وماشي بالعنف، وهما راكم كتعرفوهم اغلبهم يعني التوجهات ديالهم سياسيين. وهنايا كما سمعتوا في الفيديو ديالو انه كيتكلم على ان الناس ما كتبغيهمش يحكموا، ماشي ما كتبغيهمش، راه فئه كبيره من المسلمين انهم يبغيو ان الاسلام هو اللي يكون يعم البلدان المسلمه، ولكن كتلقى انهم هاد الناس حتى هما عندهم توجهات اخرى وعندهم علاقات سريه مع جهات اخرى، فما بقينا كيف كنقولوا بالدارجه ما بقينا عرفنا بمن ننطقوا. وهما هاد الجماعات المسلمين انها كيطمحوا كذلك لاستعاده الخلافه الاسلاميه وتطبيق الشريعه الاسلاميه والعيش في ظلال الاسلام. ويعني هذا هو تابعوا انهم يطيحوا بالملكيات في العالم. وراكم كتشوفوا كاع اللي ما بقاوش فيهم الدول اللي ما فيهمش الملكيات اشنو وقع لهم. يعني كنشوفوا انه الخراب في الخراب. وهادو حتى هما الاخوه المسلمين حتى هما لا فرق بينهم وبين الشيوعيين، غير هادوك كيصليو في المساجد وكيتبعوا الاسلام، وهادوك هادوك ما متبعين حتى شي دين. اما الافعال تقريبا متشابهه بزاف ديال الاوقات. فهذا اسعد الشرعي كيدافع عليهم دائما، فيديوهاته دائما كما قلت انه هو كيدافع عليهم، ورغم انه هو ما كيطبقش حتى شي حاجه من داكشي اللي نهاه الله عليها. يعني واحد كيبات في كباري او يبات في ملهى كيغني وكيحتسي الخمر، راه بصراحه انا استحيي في المكان ديالو. لكن هنايا علاش انا تكلمت وقلنا بان غاديش نتوقفوا حتى نفضحوا هذا النكره، هذا الجرثومه اللي ودخلات ديجا فرقات بين المغاربه. وهذا وقلتها لكم في الفيديو ديالي الاول، راه قبل ماشي هذا الشهر هذا او الشهر اللي داز، راه من السنه الماضيه، وقلت لكم راه انه جاي باش يقسم المغاربه الى قسمين، وفلح في هذه المساله هذه، لانه لقى للاسف بعض الاغبياء وتبعوه. وبلا ما يجي شي واحد يقول لي لا واه كيف كتقولوا دائما الاخوان كاملين كتقولوا لهم المنار السليمي، تتشبهوا المنار السليمي ولا الفيزازي ولا عبو كيليز، ولا كل واحد كيمثل نفسه، كل واحد عنده تفكيره، كل واحد، وحنا احرار اننا نفكروا في هذا التفكير، وهما احرار يفكروا تفكير اخر. وكما قلت كل واحد كاين اللي كيسترزق حتى هو بحاله، كاين اللي من نيته، كاين كل واحد كيداير. ولكن حنايا ما يجيش يديرها بينا وما يجيش يضحك علينا ويلعب علينا، وهو دائما الاهداف ديالو خبيثه، انه الفتنه والتفرقه بين الشعوب. وها هو بدا في الحوار ديالو كما شفتوا انه كيتكلم حتى على اليهود المغاربه.
هنايا اللي اليهود اللي حنا عشنا معاهم لقرون، ماشي لسنوات، لقرون، وما عمر كانت شي حاجه بيناتنا تحت حكم واحد، نفس الحقوق والواجبات، كل واحد متبع الدين ديالو، الدين لله، كل واحد متبع الدين ديالو، وحتى واحد ما كيعتدي على الاخر. وهذاك الشيء اللي علمونا الملوك ديالنا والسلاطين ديالنا. ما عمر اليهود المغاربه تعرضوا يعني للاضطهاد من قبل المسلمين، او تعرضوا للاعتداء في المغرب بتاتا. اليهود المغاربه بحالهم بحال المسلمين، وكذلك حنا للامانه وشهاده لله ما عمر صدر منهم شي حاجه، ما عمر داونا في شي حاجه، ما عمر داروا لنا شي حاجه. فما يجيش اسعد الشرعي من بعد يعني 13 القرن ديال الدوله اللي عندها سياده، ويجي هو يفتي علينا الاراء ديالو. هذا الشيء قلناه وكررناه، قلنا لكم كيتدخل في الشؤون ديالنا. بدا بالصحراء المغربيه وكانه وصي على الصحراء المغربيه، الا واه دار لنا، الا واه هو كيدافع، الا واه كيعرف بالقضيه العالم. لمن غيعرف؟ واش يعرف اليمنيين؟ راه اليمنيين غارقين غير في مشاكلهم ودينها غير في همهم، ولا غيعرف بالقضيه ويعرف بالمغرب؟ لا وحقا كاين يشهرنا المغرب مجانا. ياك سيدي غيشهروا اليمنيين يجيو يقطنوا عندك، يعني يقول لهم راه المغرب راه هو قال لك باغي يستقر في المغرب، هو براسو باغي يستقر في المغرب. دونك وغيجيب لك اليمنيين اللي عندهم مشاكل من دول اخرى، يجيوك الناس من مصر، يجيوك الناس من العراق، يجيوك الناس من اي دوله، من سوريا كذلك تراهم جاو كيجيو. يعني المغرب يولي ادخل يا مبارك بحمارك، اي واحد عنده مشاكل يتم داخل المغرب، هذا هو الاشهار اللي غيدير هو. اما المغرب الا كان زوين يعني بالبنيه التحتيه ديالو، بالاثار ديالو، وبالتقاليد ديالو والتراث ديالو، راه عارفينه. قلتها وكررتها في فيديو سابق، عارفينه دي ستار، والناس اللي كيدخلوا الفلوس، اللي كيساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، هما اللي عارفين هذا الشيء. ما يحتاجش شي واحد يجي يعرفوا لهم. للاسف شي وحدين كيضحكوني من كيقول لك هو دار لنا الاشهار. كاع ديك وزاره السياحه ضربتوها في التوش، وجبتوا اسعد الشرعي هو اللي يعني هو ولا كيدير كل شيء. يعني دار لكم، شهر لكم سياحه المغرب، عرف بالقضيه الوطنيه، وقيل حتى هو شارك في المسيره الخضراء. المهم ما خلاو ما قالوا له. المهم حنايا ما غاديش نسكتوا له، لانه هذا واحد السرطان اللي جاء للمغرب. وربما كما ذكرت انه المخابرات لحاجه في نفس يعقوب علاش خلاوه يدخل، ولكن سوف يتبين الاهداف ديالو مع مرور الوقت، وغادي نكونوا حنا المحقين، وسنبقى دائما نحن الاشراف والاحرار المغاربه اللي ما كنرضاوش بالذل والخنوع، وما كنبطحوا حتى لشي مخلوق. وخوتي خواتاتي، جئت على نهايه هذا الفيديو. كما قلت لكم انه راه ما كاينش، والله ما كاين الوقت، ولكن ضروري من نتكلموا على هذه المساله اللي كتمس البلاد ديالنا، وكيسيء هذا الشخص، كيسيء البلاد ديالنا، ماشي كيحسن ليها. اخواني اخواتي، مع السلامه، والى فيديو قادم ان شاء الله.